نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول: يا شاكيا ضيق الحياة وهمها، هل ترتجي للهم أن يتبددا؟ إن الدواء بكلمة لو قلتها لما استطاع الهم أن يتمردا، وهي الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا بدأت الجلسة بالصلاة على النبي كانت جلسة مباركة، واعلموا يا أحبائي أن هذه الجلسة تحفها الملائكة، وليس كلام وإنما هو كلام الله، لأن الله قد مدح من يصلون الأرحام ولعن من يقطعون صلة الأرحام، وليس هذا بكلام وإنما هو كلام الحبيب والطبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سيدنا عبد الله بن مسعود كان يتحدث ذات يوم في جلسة علم، فإذا به يقول للناس: إذا دعوتم فأمنوا، فإذا بأحد الجالسين يخرج قبل أن يؤمن وراء الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب رسول الله، ثم عاد بعد ذلك فقيل له: ما الذي دعاك أن تذهب؟ قال: لأنني سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع للرحم. وفي رواية: سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستجاب دعاء قاطع الرحم، فقاطع الرحم مذموم ملعون في القرآن والسنة. هذا أولا. ما أردت أن أقوله أننا قد لبينا أمر الله بصلة الأرحام وأتينا إلى ها هنا، ولبينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتينا إلى ها هنا. ولذلك اعلموا أن هذا السعي سعي مشكور، والتفرق من بعده تفرق معصوم، والله سبحانه وتعالى لا يجعل في هذه الجلسة شقي ولا محروم. أحبائي في الله، أولا أريد أن أبين الاقتراحات التي قيلت. الاقتراحات التي قيلت هي اقتراحات كثيرة. أولا تأسيس رابطة آل عطار كما قلت عند الحج شعبان الأمير العطار، هي مجرد أسماء مطروحة، لأن بعض أبناء العم للأسف الشديد ربما لم يحضر إلا جلسة واحدة، ويريد أن ننصبه ملك علينا ونحن نرحب بأن يكون ملك علينا، ولكن هل وجد معنا؟ هل شاركنا؟ هل أتى إلينا؟ عم الحج شعبان والأستاذ خليل أتوا من مكان بعيد، عم سالم أتى من مكان بعيد، الحج ماهر أتى من مكان بعيد هو من معه، الإخوة الأستاذ يحيى أتى من مكان بعيد، الحج ناجح حسن أتى من مكان بعيد، والمهندس سعيد، الجميع أتى، ولكن إتيانهم طاعة لله وحبا في رسول الله. ولذلك احنا عاوزين الموضوع ما يتوقفش علينا، احنا عاوزين تكون مؤسسة، حتى وإن كانت مؤسسة غير قانونية تكون لها بنود ولوائح لنا تبقى المؤسسة. ولذلك هيئات المؤسسات أو دولة المؤسسات لا تتوقف على أفراد. ربما محمد حامد لقى ربا كريم، الأستاذ أو الدكتور إيهاب سافر أو فلان أو علان، هل ستقع هذه الجمعية؟ لا. احنا اللي عاوزين نقوله الأسماء اللي طرحت للنقاش، مش أسماء قرآن يتلى، لا، مجرد للنقاش. لما البعض يقول كذا أو كذا، وعلى سبيل المثال في بعض المناطق لإخوة من العطارين دعوناهم، هذه الجلسة العاشرة رقم 10، دعوناهم فلم يأتوا، وبعدين يقولوا انتم مهمشيننا ليه؟ انتم ما ذكرتوش اسمنا ليه؟ طب احنا نبوس على ايديهم عشان يجوا؟ ايه المطلوب مننا علشان يأتوا إلينا؟ بعدين يقول لك احنا ناس كبار ما دخلتناش في الموضوع. يا إخوة احنا عاوزين الموضوع ده مؤسسية في بنود ولوائح، بحيث اللي يسافر اللي يموت اللي يلقى رب كريم تكون المؤسسة ايه؟ سارية. واحنا اليوم كنا نخطب عن العمل
وعندما قال سيدنا أبو الدرداء عندما رأى أحد وهو شيخ كبير يزرع فسيلة، والفسيلة تأتي أكلها بعد سنوات، فقيل له: ما الذي تفعله يا شيخ وأنت على حافة الموت أو ستأتيك المنية؟ قال: زرع من كان قبلنا فأكلنا، ونزرع نحن ليأكل من يأتي بعدنا. يا إخوة، أي أسماء مطروحة تشترك معانا في الجمعية في هذه المؤسسة احنا مرحبين بيها، وعاوزين بنود وضوابط، والموضوع عاوزين نعمل انتخابات عامة لما المؤسسة تكتمل. ربما أي واحد فينا يكون هو العميد الرئيس الكذا كذا بالانتخاب، ولكن احنا في مرحلة البناء، احنا لسه بنوضع البذرة. هذا ما أردت أن أبينه. وبعدين اللي عاوز أي حاجة يجتهد. أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين في الجلسات، في المساهمات؟ أنت قاعد في البيت وبعدين تعب على ده. أنت لا تجد إلا النقد. لا، أنا مش عاجبني الكلام اللي بتعملوه، أنا مش عاجبني الجلسات، أنا مش عاجبني كذا، مش عاجبني كذا. طب أنت مش عاجبك حاجة، طب إيه اللي أنت عاوزه؟ تعال يا سيدي معانا وعلمنا الصح وإحنا نمشي وراك. وبعدين موضوع الجمعية، احنا قلنا البنود اللي تطلع